ميركاتو الصيف ده مش عادي ومليان قلق. ريال مدريد بدأها بثلاث صفقات، ارنولد وهويسن والواد بتاع نص الملعب ده فرانكو ماساتونتو ده ما اعرفش انطق اسمه يعني. المهم فرانكو ده نص ملعب مهاجم شويه، يعني هو نص ملعب مهاجم بيزيد يعني. فهل ده المطلوب في وجود بيلينجهام؟ برأي ريال مدريد مع الصفقات دي محتاج يعمل صفقات تانية زيادة في الدفاع. وكلنا شفنا فضيحة روديجر واسينسيو في كاس العالم للأندية اللي فات ده اللي هو كان من كام يوم، ودي معلومة احب اضيفها للراجل المخرج اللي مش متابع. المهم عشان كوارث ريال مدريد الدفاعية تعلب بيريز ماسكيتش وراح على كوناتي في ليفربول. طبعا كوناتي شاف ريال مدريد اتعمى. الباشا كوناتي رفض عرضين تجديد من ليفربول وهيعمل نفس اللي عمله ارنولد وراح ريال مدريد السنة الجاية. فجمهور ريال مدريد بيسأل طب والسنة دي هنعمل ايه؟ انا بقول لك انك لما جبتش مدافع واحد على الاقل هتلعب كرة حلوة قوي مع الونسو، بس هيخش فيك اجوان كتير. طالما جبنا سيره ريال مدريد يبقى نجيب سيره برشلونه هيموت ويجيب لويس دياز باي طريقه. انا كليفربولي بقول لك خده مش عايزه، بس ما تعمليش فيها فقير وتقول لي هدفع فيه 65 مليون. بايرن ميونخ طلب فيه 67 ونص وانا رفضت. بسم الله الرحمن الرحيم كده يا باشا هنتكلم في 80 90 100 مليون. وده ببساطه ليه؟ عشان يا باشا اروح اجيب رودريجو. ايوه يا مدريد، رودريجو اللي انت بتقعده على الدكه في كاس العالم انت مش مقدره، اقدره انا عندي. والكلام ده انا مش جايبه من عندي، صحف في اسبانيا وانجلترا اتكلمت ان رودريجو في مفاوضات كبيره مع ليفربول. مش ليفربول لوحده، ارسنال كمان داخل في الصفقه، بس ليفربول رابط بيع لويس دياز بشراء رودريجو. فبالتالي بعت دياز هشتري رودريجو، ما بعتش دياز او رودريجو عندك. وبما اننا مسكنا خط ليفربول فخط ناري السنه دي في الميركاتو ما بيقف. انا هقولها زي ما هي كده وهتيجي يعني ان شاء الله هتيجي. كيركز وفيرتز وفريمبونج قلتها. صفقات من العيار التقيل لليفربول ولسه اللي جاي مفاجاه. الفيديو ده بيتصور بتاريخ 16/7 ولحد اليوم ده في مفاوضات واعلنها فابريزيو رومانو ان ليفربول في مفاوضات جديه مع الكسندر ايزاك. تخيل ليفربول يجيب ايزاك ورودريجو، ما تتخيلش عشان هيحصل سفاله. بس ليفربول ما سكتش لحد هنا، حاطط مهاجم فرانكفورت هوجو اوكيتيكي كحل تاني في مركز المهاجم لو فشلت صفقه ايزاك. فنيوكاسل بقى ما يسكتش، قال لك يا باشا هتلوي دراعي وهتشتري ايزاك، اروح انا بقى اتفاوض مع هوجو اوكيتيكي. فمن الاخر كده انتقال ايزاك لليفربول مرهون بشراء نيوكاسل لايكيتيكي. وانا بقول لك اهو خدها مني وسيبك من فابريزيو، ايزاك السنه دي ان شاء الله في ليفربول. نروح بقى على الخيبه والاخبار السبايسي. ارسنال يا حلاوتكم وانتوا بتتفاوضوا مع جيوكريز، النادي اللي هو اسمه لشبونه ده بيتنك عليكم. لشبونه هدد ارسنال ان لو لعيبي فضل يغيب عن التمرين ما عنديش مشكله اقعدوا عندي السنه دي عادي والسنه الجايه بيعوا ببخس التراب او ببلاش حد. فلشبونه شرط على جيوكريز تنتظم في التدريبات اتفاوض مع ارسنال. الناحيه الثانيه ارسنال عرض عرضين، عرض بحوالي 58 او 60 مليون وعرض تاني قريب ب 65، والعرضين اترفضوا. وارسنال محتاج المهاجم ده مفيش كلام. انا اتوقع ان جيوكريز هينضم السنه دي لارسنال وهيفرق قوي في منافسه ارسنال للدوري الانجليزي. اختم بقى بالضحك كله، نابولي ينسحب من صفقه داروين نونيز. لا استنى هقولها لك بصيغه ثانيه، ليفربول شكله هيلبس السنه دي في داروين نونيز. بالمناسبه انا مقتنع ان نونيز ده هينجح في اي حته بره ليفربول، بس هو للاسف امكانياته مش مناسبه لطريقه لعب ليفربول، فبالتالي هيسهل على ليفربول شراء ايزاك لو باع داروين نونيز. وفي الختام ما تنساش تعمل فولو ولايك، والاهم من ده